دلوقتي يا شباب عرفنا ان نابليون معرفش يخش الصعيد بسبب المقاومة الشديدة من اهالي الصعيد بسبب طول الوادي وسبب استخدامهم او اعتمادهم على اسلوب المعارك المتفرقة اللي هي عمليات الكر والفر وانضمام بعض زعماء المماليك وانضمام جزء من الجزيرة العربية، وعرفنا ان ده وحدة وتضامن. دلوقتي نابليون الحملة بيتعرضوا لوقف التجارة الخارجية بسبب سيطرة الاسطول الانجليزي على البحر المتوسط ووقف التجارة والملاحة النهرية، فوقفت التجارة الداخلية بسبب أهالي الصعيد والمماليك. طيب حاج نابليون يعمل ايه؟ يصرف على الحملة ازاي؟ يأكل الفرنسيين اللي موجودين معاه ازاي؟ ففرض ضرائب باهظة على المصريين، ولكن المصريين الحمد لله صحيوا من القيلولة اللي كانوا نايمينها فترة كبيرة وعملوا ثورة القاهرة الأولى اكتوبر 98. الثوره دي يا شباب طلعت او قادها الازهر الشريف. هتقول لي الجدران والمسجد هو اللي قادوها؟ اقول لك لا طبعا، دي كنايه عن رجال الازهر الشريف. وهنا لازم نقول دورهم السياسي او نديهم الفضل لدورهم السياسي الكبير اللي عملوه في الثوره دي. طيب هنا يقول لك لم يقتصر دور الازهر الشريف بعد دخول الحمله على الدور الديني الثقافي فقط. اكتب معايا، قبل الحملة دور الأزهر الشريف أو رجال الأزهر الشريف كان دورهم ديني ثقافي فقط، يعلموا أساسيات الدين الإسلامي إلى المسلمين. ولكن بعد دخول الحملة كان لهم دور سياسي أيضا. طيب أثناء الثورة ديت إيه اللي حصل؟ أول حاجة الأزهر الشريف جمع تبرعات كتيرة من المصريين ونظم الصفوف واشترى أسلحة عشان يقاوم الفرنسيين، وفعلا تم قتل الحاكم الفرنسي بتاع القاهرة أو حاكم القاهرة الفرنسي كان اسمه ديبوي. والثورة ما كانتش موجودة في القاهرة بس، ولكن امتدت لعدة أقاليم مجاورة طبعا زي المنوفية، زي المحافظات المجاورة للقاهرة في الجيزة في كل مكان، مما أثار جنان نابليون واعتمد على أساليب العنف لإخماد الثورة وهي أساليب القمع والإرهاب. استخدم نابليون القمع والإرهاب اللي هي كل أساليب العنف. ايه اساليب العنف اللي انت استخدمتها يا نابليون؟ قال لك نابليون كان بيهدم ابواب الحارات. احنا عارفين زمان ان كل حاره كان ليها باب بيتقفل بالليل قبل ما يناموا. تم هدم ابواب الحارات وتم هدم الكثير من المساجد في مصر القديمه وتم اعدام الكثير من السائرين المصريين. يسكت على كده؟ لا، الراجل ده وصل بجنانه ان هو دخل هو وجنوده الازهر الشريف بالخيول. دخلوا بالخيول بتاعته. تخيل كده قاعد في الازهر الشريف بتصلي تلاقي حمار ولا حصان داخل عليه وفي واحد داخل عليك وفي واحد راكب فوقيه. الراجل ده اثار الشعور الديني والوطني لدى المصريين. يعني دخلت القوات الفرنسيه للازهر بخيولهم اثار الشعور الوطني والديني للمصريين. نستدل على ذلك ايه؟ قال لك حاجتين. اول حاجه نابليون اهان المعتقدات الدينيه لدى المصريين، وده عكس الكلام بتاعه اللي قاله في المنشور اللي بعته للمصريين قبل دخول الحمله. يبقى مخالفته للمنشور وظهور نواياه الخبيثه. يبقى نابليون يتصف بالتناقض والخبث. تمام يا شباب؟ يبقى ثورة القاهرة الأولى بالراحة يا شباب هي جت إمتى؟ قال لك أكتوبر 98. ده إمتى الكلام ده؟ كده العقد العاشر في القرن ال 18. افهم معايا، النصف الثاني في القرن ال 18، الربع الرابع أو الربع الأخير في القرن ال 18. الكلام ده مهم أوي يا شباب. أنا بقول لك ما بقولكش دلوقتي احفظ تاريخ، أنا عايزك تحلل التاريخ عشان تبقى فاهم إن الثورة دي جت في الربع او العقد العاشر، العقد الاخير من القرن الكام؟ ال 18. طيب مين اللي قادها؟ الازهر الشريف اللي هم رجال الازهر. فعرفنا ان الازهر كان ليه دور سياسي بعد دخول الحمله الفرنسيه. طيب ايه اللي حصل واحداثها؟ تم بس كده عايز اقولها لكم في الثوره قبل ما اخش على التحالف. الثورة ديت معناها ده حدث سياسي زي ما قلنا في الحلقة التأسيسية أو المحاضرة التأسيسية. الثورة ده حدث سياسي، مين اللي بيقوم بيه؟ بيقوم بيه الشعب لتغيرات فساد يوجد في المجتمع. ايه الفساد اللي يوجد في المجتمع؟ فيه فساد سياسي،
في فساد اقتصادي، في فساد اجتماعي. يعني الثورة لوحدها كده حدث سياسي، حدث سياسي. انا بثور، يعني انت مثلا لو مامتك او باباك طلبوا منك مش هات لنا مثلا ايه جبنه من تحت، يوه ديت معناها ثوره، انت كده بتصور. تمام، ده حدث سياسي، ولكن سببه بيبقى سبب اجتماعي، سبب اقتصادي، سبب سياسي. طب سبب ايه الموجود ده؟ قال لك فرض نابليون ضرائب باهظه، يعني فلوس، يعني سبب اقتصادي. تمام، عشان بس تبقى فاهم معايا. ماشي يا شباب، هنخش على التحالف العثماني الانجليزي الروسي. تحالف عثماني انجليزي روسي، يعني معنى كده ده هيبقى تحالف شبه اوروبي، ما بين قوسين تحالف عسكري. دلوقتي الدولة العثمانية قعدت سنة كاملة في وجود الحملة الفرنسية في مصر لم تقاوم. الدولة العثمانية لم تقاوم سنة كاملة، وقلنا لها ليه عملت كده؟ القوات العثمانية ضعيفة، كده كده القوات العثمانية ضعيفة، ولكن لم تقاوم بسبب ان هم كانوا مقتنعين بمنشور نابليون. ايه منشور نابليون او اقتناعهم بمنشور نابليون؟ منشور نابليون اللي بعته للمصريين زي ما لسه كنت بقول لك دلوقتي، وتم مخالفته في احداث ثوره القاهره الاولى، ان هو جاي يخلص المصريين والعثمانيين من المماليك. اكتب ورايا كل كلمه بقولها. يعني اقتناعهم بمنشور نابليون وهو التخلص من المماليك، عشان كده سابوا الحمله الفرنسيه سنه كامله من غير اي مقاومه. ولكن الحمله الفرنسيه بعد ثوره القاهره ابتدت نواياها تبان. تم عقد تحالف ما بين الدوله العثمانيه وانجلترا وروسيا. طيب بالراحه، الدوله العثمانيه تحالفت مع انجلترا وروسيا ليه؟ مش كان المفروض هي اللي تيجي لوحدها وخلاص من غير اي تحالف؟ ده يدل على ايه؟ قال لك يدل على ضعف الدولة العثمانية، يدل على ضعفها. هي لو قادرة ان هي تيجي لوحدها كانت جت وهتخلص الدنيا لوحدها. طيب عشان كده تحالفوا مع انجلترا وروسيا لطرد الفرنسيين بالقوة العسكرية. عشان كده قلت لك ده اسمه تحالف عسكري، اكتب لي كل حاجة. طيب يعملوا ايه بعد ما التحالف ده؟ هل القوات الانجليزية او الروسية هتنضم للتحالف ده؟ لا، هم هينضموا عن طريق ان هم يرسلوا امدادات او يرسلوا فلوس او يرسلوا اسلحة، يعني يساعدوا الدولة العثمانية بكل ما هتحتاجه في الحملتين اللي هيعملوهم على الحملة الفرنسية في مصر. الحملتين دول من التحالف العثماني الانجليزي الروسي عملوا حملتين او قاموا بارسال حملتين، واحدة برية والتانية بحرية. البرية عن طريق الشام، البحرية عن طريق الاسكندرية. طيب انت هتعمل كده ليه اصلا، او تعمل حملتين ليه؟ ما هي حمله على طول تخش على مصر وخلاص. قال لك انا عايز اعمل كماشه على الحمله الفرنسيه، وده طبعا خداع استراتيجي، خداع استراتيجي لتحقيق عنصر المفاجاه. عايز اعمل كماشه على الحمله الفرنسيه، يعني عايز اجي من الشام وعايز اجي من الاسكندريه واجي كده واجي من هنا واعمل عليهم كماشه واقضي عليهم تماما. وده طبعا توسيع في جهة الصراع والحرب. بحارب على جهتين، جهة الشام وجهة الاسكندرية، واخش من ناحيتين. طيب ولكن نابليون تم علمه بالخبر بتاع الحملتين، فقام هو بحملة فرنسية على الشام في 1799. يعني يقول لك ما السبب او ما اسباب، او فسر اسباب بما تفسر ذهاب نابليون بالحملة الفرنسية على الشام. قال لك بسبب تحالف انجلترا وروسيا مع العثمانيين لطرد الفرنسيين عن طريق ارسال حملتين، عن طريق الشام، الثانيه بحريه عن طريق الاسكندريه. وقرر الاتجاه ناحيه الشام مرورا بالعريش. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ نابليون. قال لك اروح اواجه عدوي قبل ان يدخل علي الحدود المصريه. ثم دخل يافا دي جنوب الشام وعمل مجزره هناك بقتل 4000 جندي
بعد ما قام بتأمين أهلها أو وعد أهلها وحاكمها بالدخول سلما. ثم ذهب ناحية مدينة عكا، وكان حاكمها واحد اسمه أحمد باشا الجزار، وقام بتحصين أسوار المدينة. وفعلا نابليون فشل الدخول إلى عكا بسبب حصانتها وبسبب مقاومة أهالي عكا بقيادة أحمد باشا الجزار. وفشل نابليون أيضا الدخول إلى عكا بسبب إن في هنا الأسطول الإنجليزي. الأسطول الإنجليزي عايزه يفشل في الحملة بتاعته، فعمل إيه؟ قال لك أرسل إمدادات لأهالي عكا. يعني معنى كده ان عكا واحمد باشا الجزار خدت امكانيات من جهة البحر المتوسط من الاسطول الانجليزي. يعني لما يجي يقول لك فشل نابليون في الدخول الى عكا، هنقول له لسببين. اول حاجة حصانتها وشدة مقاومة اهلها بقيادة حاكمها احمد باشا الجزار. تاني حاجة مساعدة الاسطول الانجليزي لاهالي عكا من جهة البحر، فقرر العودة. ولكن قبل ما يعود يا شباب، عايزكم نعمل مقارنة مع بعض كده، او تعملوا لي مقارنة ما بين احمد باشا الجزار وما بين الحاج محمد قريب. دلوقتي يا شباب، احمد باشا الجزار ومحمد قريب، الاتنين دول تعرضوا، او وجه الشباب ايه، الاتنين دول تعرضوا الى الهجوم من جهة البحر. عكا كانت ميناء على، او مدينة فيها ميناء على الساحل الشرقي بتاع البحر المتوسط، ومحمد قريم كان حاكم الاسكندرية، ودي مدينة فيها ميناء برضو على البحر المتوسط. يبقى احمد باشا الجزار ومحمد قريب، الشبه ما بين الاتنين يا شباب ان الاتنين دافعوا عن الوطن، وان الاتنين دافعوا عن الوطن من جهة البحر المتوسط. يعني اول حاجة الدفاع عن الوطن، وتاني حاجة الدفاع من جهة البحر المتوسط. طيب الاختلاف ايه؟ ده الشبه يا شباب. الاختلاف احمد باشا الجزار حصل على امدادات وقام بتحصين اسوار المدينه، ولكن محمد قريم ما كانش حاصل على امدادات ولا قام بتحصين المدينه وعلو اسوار الاسكندريه. يبقى الشبه احمد باشا الجزار قام بتحصين اسوار المدينه وحصل على امدادات. محمد قريب لم يحصل على امدادات. تاني حاجة لم يقم بتحصين المدينة. طبعا احنا هنا بنتكلم عن الاسكندرية، ودي مقارنة سريعة ما بين أحمد باشا الجزار ومحمد قريب. طيب الراجل ده قرر العودة اللي هو نابليون، وعندما قرر العودة وهو راجع من حملة الشام، عرف خبر إن الحملة أو الأسطول العثماني وصل الإسكندرية في أبو قير، فذهب إلى الأسطول العثماني لمواجهة الأسطول العثماني. ولكن اللي مركز معايا هتقاوم يا نابليون الأسطول إزاي؟ احنا مش قلنا في معركة أبو قير البحرية تم هزيمة الأسطول الفرنسي وتم القضاء على الأسطول الفرنسي نهائيا وتم تدميره؟ إزاي هتروح تقاوم الأسطول العثماني؟ قال لك ما أنا مش هروح أحاربهم في البحر، أنا هستنى أول ما هم ينزلوا على البر وهقوم بمواجهتهم. وفعلا قامت معركة أبو قير البرية، وتم هزيمة الأسطول أو تم هزيمة العثمانيين
هزيمة ساحقة يوليو 99. ولكن نابليون قرر العودة إلى فرنسا. إزاي الكلام ده؟ قال لك جاله أخبار إن الحكومة الفرنسية بتتعرض لتحالف أوروبي ثاني. التحالف الأوروبي الأولاني اللي احنا قلناه كان ضد الثورة الفرنسية وقادته إنجلترا، مما دفع نابليون أو حكومة الإدارة إلى دخول معارك مع دول أوروبا، وفعلا تم هزيمة دول أوروبا من قبل نابليون والحكومة الفرنسية أو حكومة الإدارة. ولكن نابليون اول ما عرف ان في تحالف تاني قادته النمسا ضد فرنسا، ترك قيادة الحملة لنائبه كليبر بسبب قوته العسكرية وذكائه العسكري، وتم الرحيل من فرنسا سرا. طيب مشيت سرا ليه؟ كلمة سرا ديت لازما ليها سبب، ما هو انت لو ملهاش سبب كان هيمشي عادي علنيا. قال لك اول حاجة حتى لا يدب اليأس في نفوس الجنود، تاني حاجة الحفاظ على بقايا الحملة في مصر. وبكده يا شباب نتعرف على اللي عمله كليبر بعد رحيل نابليون. عمنا كليبر أول ما مسك قيادة الحملة، الراجل ده كان عايز يمشي ويرحل بالحملة إلى مصر. قلنا له ليه يا عم كليبر؟ قال لك في استحالة بقاء الحملة ديت في مصر. قال لك انت شايف حاجة احنا مش شايفينها؟ قال له اه طبعا، انا اول حاجة الجيش الفرنسي او جيش الحملة اللي كان مكون من 36,000 جندي، الجيش ده عمال يقل من اول ثورات المصريين ومن اول معركة ابو قير البحرية وتدمير الاسطول ومعركة ابو قير البرية وحملة نابليون الى الشام، برضو مات فيها عدد من الجنود، فحصل تضاؤل في اعداد الجيش الفرنسي. ده اول سبب عندنا. عندنا 3 اسباب تانيين يا شباب عايزك تفهمهم قبل ما تقول. انت لو في دماغك دلوقتي ايه هي الاخطار الداخلية اللي بتقابل الحملة الفرنسية في مصر؟ عندنا 3 اخطار. اول خطر الخطر العثماني بمساعدة انجلترا، بس هو راح ولا جه الخطر العثماني. تاني خطر الخطر المملوكي ومقاومته ومقاومة اهالي الصعيد اللي هم المصريين او ثورات المصريين. يبقى لما اجي اقول لك بما تفسر سبب ان كليبر قال استحالة بقاء الحملة في مصر بعد توليه القيادة من نابليون، عندنا 4 اسباب. اول حاجة تناقص عدد الجيش الفرنسي او تناقص عدد جيش الحملة. تاني سبب وتالت سبب ورابع سبب انت اللي هتقولهم بدماغك. اول حاجة الدولة العثمانية هتيجي ترسل حملات اخرى على مصر عشان تطلع الحملة الفرنسية. تاني خطر عندنا زي ما قلنا هو خطر المماليك ورجوعهم للمقاومة مرة أخرى. تالت خطر عندنا في الأخطار الداخلية للحملة الفرنسية وهو ثورات المصريين. عايزك تفهم قبل ما تحفظ وخلاص، لا هنا بالراحة عارف ايه هي الأخطار الداخلية اللي بتحارب الحملة الفرنسية في مصر. الأخطار الداخلية الدولة العثمانية بتخش لي من الشام وكانت بعتلي أسطول في أبو قير، المماليك بيقاوموا على طول ولسه ما أخضعتش أهالي الصعيد وتجدد ثورات المصريين. تمام يا شباب؟ ده سبب ان كليبر عايز يمشي. فالراجل ده قال لك كان في مفاوضات ما بينه وما بين الدولة العثمانية، فتم عقد معاهدة ما بينهم اسمها معاهدة العريش في يناير 1800، يعني في العقد الأول من القرن ال19. العقد الأول من القرن ال19. طيب المعاهدة ديت نصت على ايه؟ قال لك كليبر انا عايز اخرج بالحملة بتاعتي الجنود بكامل عددهم بكامل اسلحتنا على نفق الدولة العثمانية. يعني ايه على نفق الدولة العثمانية؟ احنا عارفين ان الاسطول الفرنسي اتدمر في معركة ابو قير. طب هو هيسافر او هيرحل الى فرنسا ويرجع مكانه ازاي بالجنود بتوعه بالاسلحة بتاعته وهو عايز يطلع بيهم كامل العدد؟ قال لك يا دولة عثمانية او يا سلطان لازم توفر لي اسطول. وفعلا الدولة العثمانية وافقت على ده الكلام ونصت على المعاهدة على خروج الحملة بكامل جنودها واسلحتها على نفقة الدولة العثمانية. طيب انجلترا تسكت؟ لا طبعا. من نتائج المعاهدة ديت ان انجلترا كانت سبب في فشل المعاهدة ما بين الدولة العثمانية وما بين كليبر. قال لك ليه؟ قال لك من النهاية انجلترا عايزة الحملة تخرج مستسلمة ولا بكامل عددها وتسيب الأسلحة بتاعتها موجودة في مصر أو للدولة العثمانية أو لإنجلترا، أهم شيء تخرج مستسلمة. ولكن كليبر رفض الكلام ده
وقاتل او هاجم القوات العثمانيه وطردهم الى الشام. هم دخلوا اصلا مصر امتى؟ قال لك ما هو في خلال المعاهده ديت، هي نصت على تم عقد المعاهده، فلما نصت على الكلام ده طبعا القوات العثمانيه ابتدت تخش مصر، والحمله الفرنسيه او كليبر ما بيقاوموش او ما بيعادوش الناس العثمانيين اللي دخلوا مصر، ما خلاص عملنا معاهده. ولكن انجلترا لما عرفت الكلام ده ورفضت، ففشلت المعاهده، فتم مهاجمه القوات العثمانيه من قبل الجيش بتاع الحمله او من قبل كليبر، وتم طردهم خارج مصر. تمام، وطردهم الى الشام. في الوقت ان الحملة بتواجه متاعب سواء من الدولة العثمانية او من انجلترا، انتهز المصريين هذه الفرصة وقامت ثورة القاهرة الثانية في حي بولاق، وهاجموا معسكرات الفرنسيين اللي موجودة في حي بولاق واللي موجودة في القاهرة. ولكن كليبر استطاع إخماد هذه الثورة في الوجه البحري والقاهرة، كما أنه استطاع إخماد الثورة في الوجه القبلي والصعيد عن طريق ان هو جاب الحاج مراد بك وقال له يلا نعمل اتفاقية ان انت تحكم الصعيد مقابل اخماد الثورة. طب اشمعنى مراد بك وافق المرة دي؟ قال لك انا وافقت المرة دي خوفا من عودة الاتراك مرة اخرى للحكم. ما انا لسه لو فضلت اعمل الثورة قدام كليبر هيعمل ايه؟ اخر ما يزهق هيسيب الحملة، وهو كده كده عايز يسيب الحملة وعايز يتم الجلاء الحملة الفرنسية من مصر. هيمشي، ومين اللي هيرجع لي تاني؟ الاتراك والدولة العثمانية اللي واقفين على الحدود. فانا خوفا من عودة الاتراك مرة اخرى هوافق على حكم الصعيد مقابل اخماد الثورة. يبقى نتائج ثورة القاهرة الثانية: استطاعت الحملة اخماد الثورة في الوجه البحري، واتفق كليبر مع مراد بك حكم الصعيد مقابل اخماد الثورة. وافق ليه؟ زي ما قلنا، قال لك خوفا من عودة الاتراك مرة اخرى. طيب اكتب معايا شوية استنتاجات. اول حاجة زي ما قلنا، وافق مراد بك على الاتفاق خوفا من عودة حكم الاتراك. تاني حاجة، كليبر هو القائد الوحيد الذي استطاع حكم السيطرة أو السيطرة على كل أقاليم مصر، سواء أقاليم الوجه البحري أو أقاليم الوجه القبلي. كليبر هو القائد الذي استطاع السيطرة على كل أقاليم مصر. كليبر هو القائد الذي أرجع واسترجع الملاحة النهرية تعمل من جديد. هو اللي رجع الملاحة النهرية تعمل من جديد وقيام بتجارة داخلية من جديد. طيب رابع حاجة، تواطؤ المماليك ضد المصريين، ده طبعا بسبب مصالحهم الشخصية. مصالحهم الشخصية ان هم مراد بيك او المماليك او قادة المماليك هم اللي يحكموا الصعيد، وعشان خايفين من عودة الاتراك مرة اخرى. طب تواطؤهم في ايه؟ مش لسه قايل لك ان مقاومة اهالي الصعيد نجحت وفشل نابليون في الدخول بسبب من ضمن الاسباب انضمام زعماء المماليك الى الحركة الوطنية او الى اهالي المقاومة او الى اهالي الصعيد. فدلوقتي حصل تواطؤ من المماليك، يعني خذلان ضد المصريين. طيب، وتم مقتل كليبر على يد احد طلاب الازهر وهو سليمان الحلبي. الراجل ده كان او الطالب ده كان بيدرس في الازهر، قام بقتل كليبر في الجنينة الخاصة بالقصر بتاعه. طيب، في حتة مهمة قوي يا ريت تكتبها ورايا. قال لك ظهر دور التضامن العربي اثناء وجود الحملة الفرنسية في مصر. كم مرة؟ مرتين. ركز، ظهر دور التضامن العربي في اثناء الحملة الفرنسية في مصر في مرتين. اول مرة انضمام جزء من الجزيرة العربية الى مقاومة اهالي الصعيد او الى مساندة اهالي الصعيد في المقاومة. تاني حاجة، مقتل كليبر على يد سليمان الحلبي. يعني ايه الكلام ده؟ ما هو الحلبي ده مش اسم عيلته، الحلبي يعني جاي من حلب. حلب ديت موجودة في سوريا، يعني بلد عربية برضو، يعني تضامن عربي.
الحتة دي مهمة قوي يا شباب. ظهر دور التضامن العربي مرتين أثناء وجود الحملة الفرنسية في مصر، من خلال أول حاجة انضمام أو مجيء قوة من الجزيرة العربية انضمت إلى أهالي الصعيد لمقاومة الحملة الفرنسية. تاني حاجة مقتل كليبر على يد سليمان الحلبي. تمام يا شباب؟ طيب أول ما كليبر مات مين اللي مسك من بعده؟ الحاج مينو. الحاج مينو ده غير كليبر، عكس كليبر نهائيا. اشمعنى؟ قال لك كان ينوي البقاء في مصر، عكس كليبر. كليبر قال لك استحالة بقاء الحملة، انا مش عايز امشي، عايز اخد ما تبقى من الجنود والاسلحة وارحل. وفعلا عمل معاهدة العريش، طبعا عرفنا لعدة اسباب، لكن المعاهدة ديت فشلت. فمينو عكس كليبر كان ينوي البقاء في مصر، واراد تحويل مصر الى مستعمرة كبرى فرنسية، وده السبب الرئيسي اصلا لمجيء الحملة الفرنسية على مصر. وفعلا قام بوضع خطة إصلاحية في عدة مجالات زي الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والقضاء. مين ده؟ الحاج مينو. ولكن وهو بيعمل الإصلاحات دي تعرض إلى تحالف عثماني إنجليزي مع انضمام بعض زعماء المماليك إلى هذا التحالف. التحالف ده أنتج عنه إيه؟ إرسال إنجلترا أسطولا بحريا إلى أبو قير في فبراير 1801. طبعا الأسطول ده انضم ليه الجيش العثماني وبعض زعماء المماليك زي ما قلنا، ونجحوا في الدخول إلى القاهرة، ولم تستطع القوات الفرنسية المقاومة فاستسلمت وغادرت الحملة في 18 سبتمبر 1801. كده احنا خلصنا الدرس الثاني وهو خط سير الحملة. ان شاء الله يا شباب كل جديد هينزل لكم، ما تنساش اللايك والسبسكرايب ودعمنا عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.